واش في خبارك اخي المؤمن بلا حيا بلا حشمه كاين اللي كيصلي بحال هاد الصلاه هادي؟ هاد الصلاه هادي ما ديرهاش حتى الخط طايفه، حتى الرنب ما ديرش هاد الصلاه هادي. حشومه تقول هاد الصلاه ديال رجل مسلم. الله يا خاي شنو تبعك؟ تجافي هو انت خصنا نقولوا لك التجافي. الاطمئنان من اركان الصلاه، يعني هاد الصلاه هادي باطله، يعني خصك تعاود تصلي. واش شي فين وصلتي ولا ماشي شي؟ صلي بحال الا حداك الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي يقينا ان الله عز وجل كيشوف فيك، ماشي انت مزروب كطير خارج. شنو كيسينك الدنيا؟ والله تا تموت وعاد تسمح فيها وعاد تبقى تقول يا ليتني. يعني هاد الصلاه هادي عاد تندم عليها حيت كدير بحالها. حشومه صاحبي وصلي بالاطمئنان ديالك وعرف العظيم اللي واقف انت امامه. السلام عليكم. صافي ماشي يا اسامه فهاد الصباح تاع الحمام ولا؟ اش من الحمام رانا شاد الطريق اصاحبي، الخدمه الناس تعيد وانا ماشي مسافر. لا حول ولا قوه الله يديك على خير وسوف. امين. واش في خبارك اخي المؤمن ان الوقت ديال الذبح ديال الاضحيه كيبدا من بعد الصلاه ديال العيد حتى غروب الشمس في النهار الرابع من العيد. يعني الذبيحه فيها 4 ايام، يوم النحر اللي هو يوم العيد، ونهار الثاني والثالث والرابع من بعد العيد كيتسموا ايام التشريق. هاد 4 ايام هذه كلها الحمد لله يمكن لنا نذبحوا فيها وكتسمى اضحيه، حيت الانسان ما تعرفش الظروف اللي عنده. يقدر ما يتيسرلوش يشري الحولي الليله العيد كيشري حتى نهار العيد او ثاني العيد، راه كتوقع. كاين اللي مثلا كيمرض، كيكون مسافر عنده شي خدمه او كذا، كيجي شي واحد يعيط له يقول له نجي نعيد معاك. هادشي كله يقدر يوقع. يعني الانسان عنده الحمد لله الوقت الكافي اللي يذبح فيه، وحتى بالليل راه يمكن له يذبح. مشاو بعض العلماء للكراهه الذبح بالليل، ولكن الراجح ان شاء الله انه يمكن لك تذبح حتى بالليل، ولكن كيبقى احسن وافضل وقت يمكن لك تذبح فيه هو من بعد صلاه العيد في اليوم الاولاني. سبحان الله السي محمد ياك لاباس؟ ويا اخي اسامه جبرتيني كنفكر باغي نتزوج. والله الا احسن حاجه ديرها معلم. ولكن راه باقي حاير. مالك؟ كنفكر بين الزهره وخدوش. شكون اللي كيبان لك فيهم مزيان؟ بجوجهم الله يعمرهم الدار اخي اسامه. خاصك تصلي صلاه الاستخاره. وراه صليت اخي اسامه. ايوا وراه ما بان لي حتى شي حاجه. اش كتسايل الوحي ولا خاصك توكل على الله صاحبي؟ صافي اخي اسامه نتوكل على الله. ضروري. واش في خبارك اخي المؤمن بزاف ديال الناس ملي كيصليو صلاه الاستخاره شنو كيسحب لهم؟ ملي غيمشيو ينعسوا في الليل غينزل عليهم الوحي والالهام، وعاد جيه خدوش في الرؤيه كتقول له يلا نمشيو نتزوجوا، او لا يجي عند السي محمد بالحليب والورد وعيدق عليها يقول انا جيت نخطبك، او لا يجي عنده المدير البيت النعاس وعيفيقو غيقول له زيد يلا تخدم. خطا. الله سبحانه وتعالى قال فاذا عزمت فتوكل على الله. والاستخاره راه من العزيمه، يعني انت اصلا فوضت الامر ديالك الى الله عز وجل. يعني شنو خصك تعمل؟ خصك تاخذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل. الا صدق لك داكشي هذاك راه مزيان، الا ما صدق لك شي راه مزيان، حيت انت اصلا طلبت الخيار من الله عز وجل. حيت شنو هي الاستخاره؟ هي طلب خير الامرين، يعني هي من المسلم كيطلب من الله عز وجل يختار له الخير في الدين ديالو وفي الدنيا ديالو، وبلا ما تعمر الراس ديالك. حيت المسلم لا يحمل هم الاجابه ولكن يحمل هم الدعاء. يعني خصك تكون انت صادق في الدعاء والباقي على الله عز وجل، لا شأن ولا دخل لك به. صلاة الاستخارة 2 ديال الركعات كنصليوهم في غير وقت النهي. الوقت ديال النهي هي ما بين العصر والمغرب، وما بين الفجر وطلوع الشمس بقدر رمح، ومنين كتكون الشمس في كبد السماء ما خصناش نصليو صلاة الاستخارة. ولكن إلا كان عندها سبب، يعني أنا مزيار في الوقت وكذا، ممكن نصلي الاستخارة في وقت النهي. صلاة الاستخارة 2 ديال الركعات، الركعة الأولى بالفاتحة ما تيسر من القرآن، الركعة الثانية بالفاتحة ما تيسر من القرآن، وكندير التشهد وكنسلم، عاد كنرفع يدي وكندعي، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين، والإنسان لا يوصف بأنه أتم الركعتين إلا بالسلام. يعني حتى كنقول السلام عليكم عاد كنرفع يدي ونقول الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الزواج أو العمل أو التجارة أو السفر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي
ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا هو دعاء الاستخارة. وممكن نصلي صلاة الاستخارة بزاف ديال المرات، حيث الاستخارة دعاء ويستحب تكرار الدعاء. يعني ممكن نصلي الاستخارة 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات إلى آخره. وكاين عاوتاني حتى الاستشارة، استشار مع عباد الله وكذا، هي ما تستشارش المحسد المجوع، استشار ولاد الخير اللي غيبغيو لك الخير. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا. السلام عليكم ورحمة الله.